الآشورية قومية وليس ديانة، وأنت تقول الآشورية فيها عدة قوميات. نرجو من عديمي الخبرة بعدم نشر الأجوبة الفقيرة من الثقافة. أخي الكريم، بكلامك هذا أسست نقطة يلتقيان فيها اللامعرفة والتناقض. اللامعرفة لأنه واضح من كلامك لا تعلم شيء عن الآشورية، والتناقض لأنك تقول نرجو من عديمي الخبرة بعدم نشر الأجوبة الفقيرة من الثقافة، وأنت بنفسك دا تنشر أجوبة فقيرة من الثقافة. خلينا نشرح الخطورة عندما يجتمعان اللامعرفة والتناقض. عندما يجتمعان اللامعرفة والتناقض يولد جهل، ومن الجهل تأتي قسوة، ومن القسوة يأتي حرب، ومن الحرب تأتي كارثة. إذن لنعالج الأمور معا قبل الكارثة، وأجي لك إياها من الأخير. مفهوم القومية أخي الكريم أتى البارحة، والديانة قبلها بكثير. أما الآشورية فهي هزة مرتبطة بالذبذبة الكونية، أتت منذ الشراية أي منذ البداية، بعلمها أصبحت حضارة، ومن ثم أصبحت حضارة الحضارات، وفي ظلها أتى طريق الإيمان. لهذا كانوا أجدادنا الآشوريين أول من عرفوا بفكرة التوحيد بالله، ومن ثم أي البارحة أتت مفهوم القومية. إذن نقدر نقول كل القوميات المنطقة والديانات معها أصولها آشورية، أكادية، بابلية، سومرية، وبالأحرى وبالأصح آشورية، لأنها متصلة بالذبذبة الكونية والهزة البدائية. حبي لكم.